انتي مش شماعة، انتي مش مستشفى صحة نفسية فاتحة ابوابها 24 ساعة للكل، والكل يرمي عليكي حموله ويمشي وهو مرتاح، وانتي بقى اللي تقعدي تصوتي في ضلمة قلبك بعد كده. ايوه، جاية اقولك النهاردة الكلمتين دول في وشك عشان تفوقي. كم مرة جيتي على نفسك؟ كم مرة جيتي على صحتك؟ كم مرة جيتي على اعصابك بس عشان خايفة حد يزعل منك؟ كم مرة حد طلب منك طلب وكنتي ميتة من التعب وجواكي صرخة بتقول مش قادرة، ورغم ذلك ابتسمتي وقلتي حاضر من عيني، وانتي من جواكي بتعيطي وبتنزفي من كتر الألم. احنا مش جايين نطبطب على التعب، احنا جايين نقطع ايد الحرامي اللي بيسرق راحة بيتك وهدوءه. احنا جايين نتعلم النهارده نقول اغلى كلمة في تاريخ الراحة النفسية، كلمة من حرفين بس لو عرفتي تقوليها صح هتنقذي بيتك وتشتري راحتك. اهلا بيك يا ست الكل، يا مسا الورد والوعي والجمال على كل ست بيت بتسمعني في حلقة جديدة من روشتة راحة بال. جايين نتعلم نقول سوا كلمة لأ وانتي مرتاحة وضميرك في فريزر، من غير تأنيب ولا خوف. بص يا غالية، احنا اتربينا من صغرنا على ثقافة الست الجدعة اللي ما بترفضش لحد طلب، اللي بتيجي على نفسها عشان خاطر الناس اللي حواليها. الجدعنة دي صفة تجنن، مفيش أجمل من جبر الخواطر، بس لما تزيد عن حدها. الجدعنة لما بتزيد عن حدها تيجي على حساب أساسيات بيتك وحياتك، فدي بتتحول فورا لاستنزاف. تلاقي نفسك شايلة هم عزومة ومحتاجة تقفي تطبخي وتقفي 6 ساعات وانتي أصلا مريضة ومحتاجة دكتور، بس عشان خايفة حماتك أو سلايفك يقولوا عليكي مقصرة، أو قاعدة تسمعي كلام جارتك أو صاحبتك في التليفون بالساعات مشاكل عمالة تسحب من طاقتك انتي وهي ترمي همومها، وانتي وراكي جبل مسؤوليات وولادك وجوزك. ولادك محتاجين لك ان انتي تذاكري لهم، جوزك محتاجك، أو توافقي على خروجه أو تجمع عائلي. انتي كل اللي محتاجاه ساعة، ساعة تريحي فيها ظهرك تنامي. عارفة انتي بتعملي ايه في اللحظة دي؟ لما بتقولي نعم لكل الناس، أيوة حاضر، وبطاريتك انتي صفر، انتي فعلا بتقولي لأ صريحة لراحتك، ولأ لسلامك النفسي، ولأ لابتسامتك في وش جوزك وولادك عشان ما بقاش فيه بطارية، ما بقتش البطارية شغالة. النتيجة طاقتك بتخلص بره البيت وتدخلي بيتك ما بقاش فيكي غير الخلاصة: عصبية، زعيق، جوزك يكلمك تزعقي، ولادك يكلموك تزعقي، ما بقاش فيه شحن. خلصتيه تنفجري في جوزك لأتفه الأسباب. كلمة لأ مش معناها إنك بقيتي وحشة، ولا معناها إن أنت بقيتي أنانية، معناها ببساطة إن أنت إنسانة ليكي طاقة وليكي حدود. ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيكلفش إنسان فوق طاقته. اشمعنى أنت بقى عايزة تشيلي فوق طاقتك وطاقة البشر؟ السما مش هتقع، الكون مش هيقف لو اعتذرتي بذوق عن حاجة هي فوق طاقتك وفوق جهدك. الشخص اللي بيحبك بجد وبيحترمك أول ما تقولي لأ معلش مش قادرة النهاردة هيقولك ولا يهمك يا حبيبتي صحتك بالدنيا. أما الشخص اللي بيستغلك وواخدك أداة تخدم مصالحه، هو بس اللي هيزعل، هو بس اللي هيلوي بوزه ويحسسك بالذنب. فأنت بتخافي على زعل مين؟ بتخافي على زعل حد مش شايف غير مصلحته وبس؟ لما تحطي سور حوالين وقتك ومشاعرك انت مش بتبني حيطة بينك وبين الناس، انت بتحمي النسخة الهادية والجميلة اللي جواكي عشان تقدري تستمري في بيتك ولولادك ولجوزك وللناس اللي بتحبك. طيب يا رغدة، اوكي يا رغدة انا مقتنع، بس لساني بياكلني، بتحرك. ازاي اقول لا؟ ازاي اقول لا من غير ما ازعل حد، من غير ما اموت من تأنيب الضمير؟ تعالي خدي مني كده روشتة الاعتذار الشيك اللي انا هديها لك دي، احفظي الجمل دي وطبقيها يا قلبي. تمام؟ والله يا فلانة كان نفسي جدا أساعدك بس طاقتي مش سامحة حاليا، أول ما أكون قادرة هكلمك. جملة واضحة ما فيهاش لف ودوران. الجملة التانية: خليه وقت تاني يا حبيبتي عشان أكون مركزة معاكي وبأعصاب هادية. هنا أنتي بتأجلي مش بترفضي بقلة ذوق. الجملة التالتة: أنا مضغوطة الفترة دي جدا مع البيت والولاد فمش هقدر ألتزم بأي حاجة زيادة. شايفة البساطة؟ قوليها بنبرة هادية وواثقة من نفسك بقى، من غير ما تقعدي تقدمي مبررات طويلة وقصص وهمية عشان تثبتي انك تعبانة. انتي مش في محكمة، اعتذارك حقك. وعشان نثبت العقدة دي ونفكها بجد، تعالي ندخل في تحدي النهاردة، تحدي الحرية النفسية. اول طلب يجيلك النهاردة بره البيت، عشان الناس بتفهمني غلط، بيقولوا ان انا بقوي الستات على جوازها. انا اهم حاجة عندي بيت الست وولادها وجوزها. فاول طلب يجيلك بره بيتك، يا ريت نركز في الفيديو عشان ما نعلقش تعليقات سلبية من غير ما نركز في الفيديو لحد آخره. أول طلب يجيلك النهاردة من بره البيت:
بره بيتك مسؤولياتك الاساسيه لاولادك ومسؤولياتك الاساسيه لجوزك، وانت فعلا تعبانه ومش قادره تعمليه. قولي لا الشيك اللي اتعلمناها واعتذري بذوق. راقبي قلبك بعدها كده، هتلاقي في الاول دقه قلق، لكن بعدها هتحسي بحريه، هتحسي براحه ملهاش مثيل. جربي وشوفي بنفسك. لو عجبك الكلام وحسيتي انه جه في وقته عشان ينقذ طاقتك، انزلي حالا في التعليقات واكتبي لي جمله العهد بيني وبينك: انا قررت ارتاح. افتكروا دايما يا اخواتي يا متابعيني في كل مكان، سيبي مساحه ليكي عشان تشحني فيها بطاريتك، عشان لما تقولي حاضر لبيتك ولولادك ولجوزك تقوليها بحب وبصبر، مش بضغط واجبار. راحتك اساس عمار بيتك. اشوفكم على خير وبكل وعي وبساطه في حلقه جديده من روشته راحه بال.